اهلا بيكم بوابة العوالم الخفية. النهاردة انا هعمل حسب الطلب طبعا قراءة فنجان برج الدلو لشهر اغسطس 2025. اغسطس اوت غشت 2025. القراءة دي هتكون هنشوف الطاقة العامة للبرج، الحب، العلاقات، المادة والشغل وكده. ولو في اي رسائل روحانية، اي حاجة هتبلي في الفنجان ده. انا هقولها لكم يا برج الدلو. مسكت فنجانكم يا برج الدلو، وقبل ما ابص فيه سكت شوية، صح؟ فانا حاسة ان الفنجان ده هيبان لنا بوابات كتيرة قوي. خليه يهدى. فنجانك مش عادي يا برج الدلو. انا هقولك النهاردة على طرقك المفتوحة، عن قلوب لسه بتخفق، عن اسرار جاية تنكشف. خليك معايا، ما تسيبش الفيديو، لان كل رمز هقراه هو رسالة ليك انت بالذات يا برج الدلو. اول حاجة لفتت نظري يا برج الدلو انه في خطوط متشابكة كتيرة قوي، كأنك واقف قدام طريق، وكل طريق بتشدك في اتجاه غير التاني. الفنجان بيقولك انك تعبت من الحيرة، من التفكير اللي مش بيوصلك لحاجة. شايفة كمان في هنا بقعة سودة في النص، دي طاقة ثقيلة شايلها من الماضي. بس جنبها هنا في بقعة بيضة واضحة، ده معناه نور في آخر الطريق. أنا شايفة هنا مفترق طرق، في قرار هتاخده في أغسطس، قرار هيغير مسار حياتك. شايف الطريق مسدود وهتتفتح أو اتفتحت. انت واقف على الحافة هنا، ده معناه في بداية جديدة، بس لسه متردد. الفنجان بيناديك وبيقولك اختار، ما تخافش. لو وصلت معايا لحد هنا، اعرف ان الرسالة دي مخصوص ليك انت، لان السر الكبير هيظهر قريب، محدش هيشوفه غيرك. يا دلو، انا شايفة فنجانك مليان قلوب، قلب فوق قلب فوق قلب، قلب هنا قلب هنا. بصوا، والقلوب الصغيرة دي في هنا قلبين متقابلين مع بعض، كأنهم بيبصوا لبعض، بس في بينهم الخط ده. يعني ايه؟ يعني في مشاعر، في حب، لكن في عائق، كأنك بتحب حد بس الظروف مش سامحة. وفي نفس الوقت شايف هنا شخص بعيد واقف كأنه بيراقبك. أنا هنا على فكرة بشوف من الناحية دي، لأنه قدامي هنا في تليفون، فمش هقرا الفنجان من التليفون، فميل الفنجان كده أنا بشوف هنا. أوكي، هنا في شخص مراقبك واقف أهو، شفتوه؟ حد لسه متعلق بيك حتى بعد الفراق.
أنا شايفة هنا في احتمالين، يا إما الماضي بيرجع ويفتح باب جديد، يا إما في حد جديد بيدخل حياتك ويملى الفراغ اللي سايبه الماضي. فهمت؟ يعني يا إما أنت هترجع للشخص القديم، هيرجع وعلاقتكم هتبقى كويسة، يا إما في شخص جديد هيجي وهيملى الفراغ اللي سابهولك الطرف اللي سابك أو اللي انتم انفصلتوا عن بعض. الفنجان بيقول كلام مكتوم، في رسالة مكتوبة وما اتبعتتش، في شخص عايز يعترف بس لسه واقف مكانه. اسأل نفسك، انت لسه ماسك في الذكرى ولا مستني الجديد؟ لأن الفنجان شايف انه الاتنين واقفين على بابك. لو عايز الجديد هتلاقي الجديد، لو انت اتجوزت الجديد، لو انت عايز القديم هتلقى القديم هيرجع لك. بس لو انت اتجوزته فالجديد مستنيك. ما يعني انت صاحب القرار، اختار. ادلو. انا شايفة دايرة مقطوعة، معناها علاقة انتهت لكنها ما اتقفلتش جواك. في شريك سابق لسه متعلق بيك، لسه بيرجع الذكرى لتفاصيلك، يعني كل حاجة فيك لسه هو بيتذكرها. اوكي، انا شايفة مفتاح هنا، ده رمز مفتاح، وده معناه انه في باب لسه مفتوح بينك وبينه. الباب ده متقفلش، ممكن يرجع يكلمك في أغسطس، ممكن حتى يحاول يقابلك أو يظهر في حياتك مرة تانية وفجأة كده. لكن الفنجان بيحذرك، العودة دي مش سهلة، في جرح قديم وفي خوف من التكرار. اسمعني كويس، في حد هيرجع بس القرار هيكون عندك انت، ترجع أو تقفل الباب للأبد. شفتوا شكل المفتاح؟ هنا. اوكي، على فكرة الفنجان فيه رموز بتتغير، كل مرة أحس إنه بشوف حاجة جديدة، بيتشكل لي أشكال تانية. فلو ما ظهرليش حاجة قبل كده ممكن تظهر دلوقتي. يلا تعالوا معنا نشوف الجانب الفلوس والشغل، عشان باين لنا شوية حاجات حلوة. شايفة سلم صغير، شفتوا اللي كانوا قلوب بقوا زي الدرج، سلم زي الدرج بالظبط، كانوا قبل كده قلوب. تغير شكلهم لما الفنجان بيهدى، بيتغير الشكل، فالقلوب دي ما عادتش شكل القلوب، بقت شكل درجات زي السلم. معناه ايه؟ معناه انك بتترقى او هتوصل لمكان اعلى من اللي انت فيه. شايفة باب مفتوح هنا اهو، جاي منه شعلة نور، ده فرصة جديدة. في ناس منكم هتشتغل شغل جديد او هتنتقل لشغل جديد، وفي ناس هتبدأ مشروع صغير. الفنجان شايف انك طلعت من أزمة مالية والجايات أحسن، في نفس الوقت في حد حواليك مش عايزك تنجح. اهو وشه هنا، اهو عينين، شفتوا العين دي؟ بصوا الوش هنا، دي شخص غيران، ده غيرة واضحة قوي، عينين كده مطلعة غيرة،
بس عين واحدة اللي باينة طبعا، أنا مش شايفة العين التانية. خلي بالك وحافظ على أسرارك. الناس بصلك في حياتك، بصلك في رزقك. لو انت حاسس انك محاصر ماديا، اعرف ان الفنجان بيقولك خلاص الأزمة بتخلص، وفلوسك هتبدأ تمشي في المكان الصح. يعني هتبقى ايه، يعني جاية في صح، وهتمشي المكان الصح بالظبط. يعني هتعرف هتصرف فلوسك في ايه، وهتعمل بيها ايه بالظبط. وفلوس بتجيب فلوس. يا دلو، بصيت على الجانب الفنجان اللي هنا، استنوا انا هوريهم لكم، لسه شايفاهم دلوقتي. يا رب الفنجان ما يتغيرش ولاقيهم. بشويش عشان الاقيهم. الرمز باين لي هنا، كان في هنا رموز فوق، بس الشكل يوضح. انا هوقف الفنجان اهي. في نطر صغير، عصفورة صغيرة اهي. الطير ده معناه رسالة روحانية جاية ليك. ممكن حلم، ممكن إحساس داخلي. بس في حد من اللي راحوا، يعني اللي كانوا في حياتك وراحوا عنك، عايز يطمنك. شايفة كمان هنا شكل مفتاح تاني. ده مش مفتاح بيت، ده مفتاح سر. بصوا شكله عامل ازاي. وهو نفس المفتاح اللي قبل كده بان، بس دلوقتي اتغير شكله اتغير. في سر هيتكشف لك قريب، هتلاقي إجابة على سؤال محيرك من زمان. بس رمز العين ده فينه اهو، يعني انت مراقب من الكون، محتاج تكون صاحي لكل إشارة بتوصلك. وهنا شايفة كأنه في وش نايم اهو، هنا وش نايم. وده بيأكد ان أحلامك الفترة دي مليانة رسائل. لو حلمت بشخص بيناديك، ما تاخدش ده عادي، ده معناه انه في روح او رسالة بتحاول توصلك. وفي كمان ناس منكم هتجرب الإسقاط النجمي. اوعى، لو بخاطرك ما انصحكش تعمله. في ناس بيفرض عليهم إسقاط نجمي من غير ما يحسوا. بص، أو شخص نايم وشخص تاني نايم هنا جنبه، يعني الروح بتطلع من الجسد. ده إسقاط نجمي. اوعاك تعمله لو بخاطرك، بس لو فرض عليك، في ناس منكم هيعيشوا التجربة دي الشهر الجاي. فايه هيحصل معاها؟ هتدخل مرحلة الإسقاط النجمي عن غير قصد. يعني هتلاقي نفسك بتشوف أماكن وأشخاص، أو يعني حاجات عمرك ما شفتها قبل كده، عمرك ما رحتها قبل كده، وهتروح لها في الحلم وانت نايم. الفنجان بيأكد لك دي مش أوهام، دي رسائل كونية. وصلنا لآخر الفنجان، لكن مش لآخر القصة. شايفة هنا في دايرة صغيرة، جنب الشخص النايم اهي. دايرة صغيرة جنب الشخص النايم، معناها بداية جديدة. شايفة كمان الخط ده بالعرض، ممتد كده عرضا. شفتوا مغمق ازاي؟ يا فنجان مش باين قوي. هو هنا في خط، استنوا اهو،
خط ماشي كده بالعرض غامق. في لسه قدامك مشوار طويل، ده بيقولك ان لسه حكايتك لازمها تعب، يعني هتاخد مشوار طويل. الخلاصة يا دلو، أغسطس 2025 هو شهر القرارات، شهر المواجهة، وشهر كشف الأسرار. لكن فنجان بيهمس لك بحاجة أخيرة: ما تخافش، ما تخافش من اللي جاي، لأن اللي جاي هو وقتك أنت الحقيقي. ونقفل الفنجان لحد هنا. لو وصلتوا معايا لحد اللحظة دي فاعملوا لايك وشير، واكتبولي لو الفنجان لمسكم، لو في حاجة منكم في الفنجان ده. هدور على رمز برج الدلو لو اترسم. ما هو كله أمواج. لو شفتوا انه برج الدلو هو برج مموج، فالفنجان كله أمواج. القلوب بقوا شكل الدرج، والدرج دلوقتي اختفى بقى أمواج. فدول رموز برج الدلو. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش انكم تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لو انت تعرفوا حد تاني. اقتراحاتكم برج ايه انتم عايزين كمان، فعلوا استحقاقكم، لان الرسالة دي ليكم انتم. لو لمستكم، لو لقيتوا نفسكم فيها، علوا استحقاقكم وقولوا ايوه انا هنا، او الفنجان ده ليا انا، او الكلام ده يقصدني انا. اشوفكم في فيديو تاني وفي برج تاني. باي.